حضرتك تناولت بشرى خبر جميل للناس وخصوصا مرضى فيروس سي بالتبرع او بالاهداء اللي اهدته شركة ادوية مقرها ونشاطها في الاسكندرية بتخفيض علاج فيروس سي. تفصيل حضرتك. هو اجتماع مجلس الكلية قبل الماضي اللي هو كان في شهر ابريل، تم دعوة الدكتور شيرين عباس حلمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة أدوية معروفة بالإسكندرية، وهم المصنعين للدواء البديل السوفالدي اللي هو بتاع دواء مرضى الالتهاب الفيروسي سي. والراجل ده تبرع للكلية عشان كان جاي لنا لجنة الجودة، وبصراحة تبرع للكلية لتنظيف هذه الكلية من أول البويات الرخام، فعمل معانا مجهود رائع واحنا بنكرمه في مجلس الكلية عشان نقول له متشكرين جدا على هذا الإنجاز. فهو فاجئنا بأنه مستعد كمان يدينا 50% تخفيض من قيمة الدواء بتاعه الجديد ده للعاملين بالكلية، وده كانت بشرة كويسة جدا إن المريض هيكلف نص التكلفة، وبنحاول نوفر إن شاء الله الفلوس للمرضى بإذن الله ان شاء الله، للعاملين بالكليه الطب الاسنان بالاسكندريه. ان شاء الله ان شاء الله دمتم ان شاء الله كده فعالين في اتجاه التخفيف عن كاهل المريض المصري ايا كان نوع المرض، وايديكم بيضاء وايادي الدكتور حسين عباس الحقيقه بيضاء كتيره على في مجالات كتيره من مجالات الصحه. حقيقي الدكتور حسن عباس حلمي كان عضو قديم من ايام في مجلس كليه الطب اسنان. والد الدكتور شيرين كان ايام الله يرحمه استاذنا الدكتور محمود الحضري، كان هو عضو معانا في مجلس الكليه، وانا حضرت كام مجلس لما بقيت استاذ معاهم. وحقيقي الدكتور حسن عباس حلمي ايديه بيضاء فعلا على كل اسكندريه، ومن ناس من اكبر المتبرعين او من كبير متبرعي مشروع الدكتور زويل. يعني الناس دي بتساهم في البحث العلمي، بتساهم في المنشآت التعليمية، وبتساهم مع جامعة اسكندرية، وخاصة الارتقاء بخدمة المرضى كمان. حضراتكم النهاردة في افتتاح لمؤتمر خاص بالسلامة والصحة المهنية وحماية المرضى من العدوى وحماية الممرضات وستاف التمريض وبرضه والعاملين الطبيب والعاملين. يعني تفاصيل احنا بنهتم بهذه الامور لانها امور فنيه عاليه جدا، وكل اللي شغالين في الحقل الطبي لازم يهتموا بهذا الموضوع، خصوصا من عاملين لهيئه تمريض، لهيئه معاونه، لاطباء، لاساتذه، لاعضاء التدريس. كل الناس دي لازم تبقى موجوده في هذه المنظومه للحمايه وحمايه المرضى من الامراض المعديه وحماية أنفسهم، والوقاية خير من العلاج زي ما دايما بنقول طبيا. عايزين على الشكر يا فندم، شكرا جزيلا. الله يكرمك، الله يكرمك دكتور.